ماشي، يلا بينا نكمل سؤال 18. بيقول لك ان انت معاك A و B. Both of them are decomposed thermally giving three types of oxide. يعني انا عندي A وعندي B، الاتنين بيتفكوا بالحرارة. thermally يعني بسخنهم من غير هواء. A بيديني ثلاث حاجات: واحد واتنين وتلاتة. انا لسه مش عارف مين واحد، ولا عارف مين اتنين، ولا عارف مين تلاتة. و B بيديني ثلاث حاجات: واحد واتنين وتلاتة. ماشي. بيقول لك one of the produced oxides from salt A، واحد من اللي هيطلعوا من salt A بستخدمه في إن أنا أعمل reduction للي هيطلع من salt B. يعني A ده هيديني واحد واتنين تلاتة، أهو واحد من واحد واتنين وتلاتة دول أعمل بيه reduction للحاجة اللي هتطلع في B. طيب، احنا لما خدنا الريدكشن قلت لك إن أنت بتعمل ريدكشن بحاجتين بس: لا إما هيدروجين لا إما كربون مونوكسيد. الهيدروجين لما بتعمل له ريدكشن بياخد الأكسجين من أي حاجة ويتحول ل H2O، والكربون مونوكسيد لما بعمل له ريدكشن بياخد الاكسجين من اي حاجه ويتحول ل CO2. فانا كده عرفت ان كومباوند ايه ده لا اما بيطلع هيدروجين لا اما بيطلع CO. طيب تعال نبص على الورقه اللي هي بتاعه الايرن ايكويشن. بص لي كده على الحاجات اللي بتسخنهم ويدوني نوع من انواع الحديد. هتلاقي ان انت عندك خمس حاجات: ال FeCO3 وال FeCOO2، وعندك الناحية التانية ال FeSO4 وال FeOH3 وال Fe2O3 الليمونايت يعني. ماشي. انا بقى بقول لك عايز حاجة منهم لما بسخنها تديني ثلاث حاجات، ومنهم ال CO او ال H2. يعني انا دلوقتي بدور على ايه ده؟ انا عايز ادور عليه ان هو نوع من انواع الايرون اوكسايدز لما بسخنه بيطلع لي ثلاث حاجات. تعال نشوف مين الحاجات اللي لما بنسخنها بتطلع لي ثلاث حاجات. اول واحد هو الايرون 2 اوكزاليت، الكوكوفي. ده لما بتسخنه بيدي لك FeO وبيدي لك CO2 وبيدي لك CO. فكده ده لما سخنته اداني ثلاث حاجات فعلا. طيب اللي فوقيه ده هتقول لي لا يا دكتور، اللي فوقيه ده بيديك حاجتين بس: السي او 2 بس اهي والاف اي او بس. طب ناحيه اليمين هتقول لي والله اللي عندي لما بسخنه بيديني ثلاث حاجات: هو الاف اي اس او 4 اهو، بيديني اس او 2 واس او 3 واف اي 2 او 3 بس. يبقى دلوقتي واحد فيهم A واحد فيهم B. يعني واحد فيهم هيبقى ايرون 2 اوكزاليت اللي هو الكوكو فيه ده، واحد فيهم هيبقى ايرون 2 سلفيت. عرفت منين يا دكتور؟ علشان انا بدور على حاجه لما بسخنها بتديني ثلاث حاجات، بتطلع لي ثلاث حاجات. فالايرون 2 اوكزاليت ده لما سخنته طلع لي ثلاث حاجات اللي هم مين: الاف اي او، السي او 2، السي او. والايرون 2 سلفيت ده لما سخنته طلع لي ثلاث حاجات اللي هم مين: الاس او 2 والاس او 3. حلو قوي. ماشي. طيب باقول لك إن واحد فيهم في نفس السؤال بيقول لك واحد فيهم لمّا بتسخّنه بيطلّع لك حاجة بتعمل reduction is used to reduce، حاجة بتعمل reduction. وأنا قُلت لك الحاجات اللي بتعمل reduction هي لا إما الH2 لا إما الCO. تقدر كده تقول لي مين هو compound A؟ هتقول لي آه يا دكتور، كده compound A هو الiron 2 oxalate. ليه؟ علشان الiron 2 oxalate هو اللي بيطلّع لي الCO، والCO هي الreducing agent. يبقى أنا كده عرفت أول حاجة إن compound A ده هو الكوكو في ايرون 2 اوكزاليت. يبقى اكيد وانت مغمض كومباوند بي هو مين؟ الاف اي اس او 4. عرفت منين يا دكتور؟ عشان كومباوند بي هو الحاجه التانية اللي بتطلع لي ثلاث حاجات، هو الاف اي اس او 4. يبقى كده الاجابه ايرون 2 اوكزاليت وايرون 2 سلفيت، تشويس سي. ماشي، ده كان سؤال يعتبر صعب. تعال نشوف اللي بعده. Which of the following produce the more stable iron ion؟ انا لما اقول لك عايز الحديد يبقى stable، انت هترجع لتاني درس تقول لي الاستابيليتي ثلاث حالات: لا اما تجيب خمسة لا اما تجيب 10 لا اما تجيب زيرو. هتقول لي بالنسبة للحديد ما اقدرش اخلي الديب زيرو ولا اخلي الديب 10، ممكن اخلي الدي تبقى بفايف. طيب تعالى فكرني، هو اصلا الالكترونيك كونفيجريشن بتاعت الحديد كانت عبارة عن ايه؟ كانت عبارة عن ارجون 18 4s2 3d6. حلو. انا عايز اخلي الحديد ده الدي بتاعته تبقى بخمسة. هتقول لي سهلة، يخسر اتنين الكترون من الاس ويخسر واحد من الدي، ويبقى عبارة عن ارجون 18 3d5. ارجون 18 3d5 وكده خسر 3 الكترون. يبقى انا لما اقول لك ان انا عايز الموست ستيبل ايون للحديد تقول لي تبقى الايرن بوزيتيف 3.
يبقى الايرن كام؟ بوزيتيف 3. حلو. طب الايرن بوزيتيف 3 دي موجودة في مين؟ دي موجودة كأني بالظبط عايز الهيماتايت. ليه؟ ما انت الهيماتايت عبارة عن Fe2O3. لو قلت لك احسب لي اوكسيديشن نمبر الحديد في ال Fe2O3 هتقول لي هعمل ايه؟ هتقول لي الاكسجين بنيجاتيف 2 ومعايا 3 اكسجين يبقى نيجاتيف 6. يبقى ده لازم يبقى بوزيتيف 6. اشمعنى؟ عشان الكومباوند كله على بعضه يطلع بزيرو. لو ده بنيجاتيف 6 وده بوزيتيف 6 يبقى الحديد هنا فعلا بوزيتيف 3. تعالى بقى نشوف مين من الاختيارات دول هيطلع لي ايرن بوزيتيف 3، حديد بوزيتيف 3. اول واحده هيتنج ايرون 2 سلفيت. الايرون 2 سلفيت اللي هو الاف اي اس او 4. هل ده انا لو سخنته هيديني حديد ايرون بوزيتيف 3؟ تعال نشوف يا دكتور. والله هو قال هيتنج بس ما قالش في هواء ولا من غير هواء، يبقى تعتبر ان هو من غير هواء. طب ده لما اسخنه من غير هواء، اي حديد ما فيهوش كربون، الحديد ده فيه كربون ولا ما فيهوش كربون؟ ما فيهوش كربون. تسخنه من غير هواء يدي لك ايه؟ يديني هيماتايت. فده صح ينفع. تعال نتاكد ان الباقيين غلط. بيقول لك اعمل رياكشن ما بين الايرن الاف اي مع الدايل H2SO4. مع دايل H2SO4. هتقول لي يا دكتور لسه ما حفظتش اهي. ادي الاف اي مع الدايليوتد H2SO4 بتديني FeSO4. والاف اي اس او 4 ده ركز معايا. الاف اي اس او 4 ده اللي هيطلع لو سألتك الفالنسي بتاعته بكام هتقول لي فالنسي الاس او 4 بنيجاتيف 2 وفالنسي الاف اي بوزيتيف 2. ليه؟ عشان الكومباوند كله يبقى بزيرو. فدي كده هستبعدها غلط. طيب اللي بعديها بيقول لك heating iron والسلفر. سخن حديد مع سلفر. طب ما لو سخنت حديد مع اس بيديني فس. طب والفس ده السلفر بنيجاتيف 2 والحديد بوزيتيف 2. فدي كمان ما تنفعش. طب بيقول لك اعمل ريدكشن للهيماتايت. ثانية واحدة، الهيماتايت اصلا هو عبارة عن ايرن بوزيتيف 3. فايرن بوزيتيف 3 اعمل له ريدكشن يعني الرقم هيقل عن 3 فخلاص ما تنفعش. فالاجابة الوحيدة اللي تنفع عندي كده هي تشويس ايه. ماشي. تعال نشوف السؤال اللي بعده. رقم 20 بيقول لك one of the iron compound that can be obtained by. بيقول لك ان انا هعمل اوكسيديشن للايرن. يعني ايه اوكسيديشن؟ يعني اسخنه في الهواء. طب يا دكتور اي حديد بسخنه في الهواء يديني هيماتايت ما عدا الحديد ما عدا الايرن. بيديني مين؟ ماجنيتايت. اف اي 3 او 4 اللي هو الماجنيتايت. فكده اول واحده بتديني ماجنيتايت. ماشي. وبيقول لك انا خلاص بيقول لك direct combination between two elements this compound is. بيقول لك اللي بعديها اعمل يعني هو من الاخر بيقول لك هو مين اللي انا بتكلم عليه ده، فالاجابه خلاص كده ماجنيتايت تشويس سي. طب انا عايز اتاكد ان اللي تحت برضو ماجنيتايت. بيقول لك لو انا عملت ريدكشن بروسيس للايرن اوكسايد، هل هو حدد لك ايرن كام اوكسايد؟ يعني حدد لك ايرن 2 اوكسايد او ايرن 3 اوكسايد؟ لا يا دكتور. بس انا عندي معلومه بتقول لي اني اهي ان الايرن 2 اوكسايد ممكن اعمل له اوكسيديشن اونلي، لكن الايرن 3 اوكتايد اللي هو الهيماتايت ممكن اعمل له ريدكشن. يبقى ده اكيد الهيماتايت عشان اعمل له ريدكشن. طب هو ريدكشن للهيماتايت بيديني ماجنيتايت؟ اه. الهيماتايت اللي هو الاف اي 2 او 3 ممكن اعمل له ريدكشن ويديني حاجه من الثلاثه على حسب درجه الحراره. ممكن يديني اف اي بس عن درجه حراره اكتر من 700. ممكن يديني اف اي او عن درجه حراره من 400 ل 700. وممكن يديني اف اي 3 او 4 عن درجة حرارة من 230 ل 300 وهو ده اللي انا عايزه. فالإجابة زي ما قلنا ماجنيتايت. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده 21. compound X is thermally decomposed. thermally decomposition يعني بسخنه من غير هواء. فكومباوند X بسخنه من غير هواء بيديني iron oxide containing the most stable iron. اكتر حديد ستيبل. اكتر حديد ستيبل هو مين؟ هو الهيماتايت. هو الاف اي بوزيتيف 3. اف اي بوزيتيف 3 او الهيماتايت هو اكتر حديد ستيبل. ماشي. وبيقول لك بيديني هيماتايت اف اي 2 او 3 وبيديني سلفر داي اوكسايد اس او 2 وبيديني سلفر تراي اوكسايد اس او 3. لما تيجي هنا وتبص على الحديد اللي بتسخنه بيطلع لك ثلاث حاجات. هو الاف اي اس او 4 بيديني اهو اس او 2 واس او 3 وهيماتايت. فانا كده عرفت ان اكس ده مين؟ هو الاف اي اس او 4. ماشي. حلو. بيقول لك بقى الاف اي اس او 4 ده من الاخر اجيبه ازاي؟ يعني الاختيارات كلها بيقول لك هات لي اختيار يديني اف اي اس او 4. ماشي. اول تشويس بيقول لك اعمل رياكشن للايرن 3 اوكسايد. الايرن 3 اوكسايد اللي هو الهيماتايت مع اتش سي ال. ده طبعا غلط.
انت عايز حاجة اصلا فيها H2SO4. فتعالى كده نشوف الاختيارات اللي فيها H2SO4. بص في تشويس سي بيقول لك هيدروكلوريك اسيد، هستبعده هو كمان. فخلاص الإجابة تشويس بي، مفيش غيره أصلا. طب عايز أتأكد إن هو صح يا دكتور، حاضر. reacting iron with oxygen. لما تعمل رياكشن للحديد مع الأكسجين، أي حديد بسخنه في الهواء يديني هيماتايت ما عدا الحديد. فحديد مع أكسجين هيديني إيه؟ ماجنيتايت، Fe3O4. وبيقول لك الماجنيتايت ده عامل له ريدكشن عن درجة حرارة من 400 ل 700. أنت الماجنيتايت مش فارق معايا درجة الحرارة، الماجنيتايت بالريدكشن مش بيديني غير FeO. حلو. والFeO اعمل له رياكشن مع سلفوريك اسيد، ما لما احط FeO مع H2SO4 هيديني FeSO4. وهو ده فعلا الإجابة. طب اللي بعديها سؤال 22. Iron react with A. يعني الحديد ال Fe يقدر يعمل رياكشن مع ايه؟ تعال نشوف. dilute أو concentrated sulfuric acid. صح، هو يقدر يعمل مع رياكشن مع الدايلوت والconcentrated. وساعتها يديني ايرن 3 سلفيت يعني Fe2SO4 3. معلش الإجابة دي غلط، ليه؟ تعال نبص. الحديد ال Fe لما بيعمل رياكشن مع الدايليوتد H2SO4 بيديني FeSO4، يعني ايرن 2 سلفيت مش ايرن 3 سلفيت. طب اللي بعديها بيعمل رياكشن مع السلفر، الحديد يعمل رياكشن مع السلفر ويديني فس. ويعمل رياكشن مع كلورين، بيعمل رياكشن مع كلورين ويديني FeCl3. فبيقول لك لما بيعمل رياكشن مع الاثنين بيديني ايرن 2. لا يا دكتور، ما هو FeCl3 ده ايرن 3 مش ايرن 2. اهو. فاكر ليه قلت لك ان هو لما بيعمل الحديد رياكشن مع الكلورين اهو، حديد مع كلورين بيديني FeCl3. ليه؟ عشان الكلورين ده قلت لك ان هو اوكسيدايزنج ايجنت، فبيعمل للحديد اوكسيديشن. فتشويس بي هو كمان غلط. طيب تشويس سي، يعمل رياكشن مع الميه، الووتر فيبر او الاكسجين ويديني ماجنيتايت. صح، الحديد لو حطيت عليه ميه او اكسجين بيديك ماجنيتايت. ماشي، تعال نشوف اللي بعده. 23. all the following among iron properties except that it. يعني كل دول من خصائص الحديد ما عدا ايه؟ بيقول لك does not react with dry air at normal temperature. ما بيعملش react مع الهواء في درجة حرارة الأوضة. مش عارف، أنا مش عارف صح ولا غلط يا دكتور. طب تعال نشوف اللي بعدها. مش بيعمل رياكت ولا مع الكونسنتريتد سلفوريك اسيد ولا مع النيتريك اسيد. لا يا دكتور، هو بيعمل رياكت مع الكونسنتريتد سلفوريك اسيد عادي جدا، فهي دي الاجابه الغلط. هتقول لي طب ما اللي فوق مش عارف هي غلط ولا صح، ماشي. اللي فوق انا مش عارف هي غلط ولا صح، بس تاني واحده انا متاكد ان هي غلط، لان هو بيعمل رياكشن مع السلفوريك اسيد عادي جدا. طيب، بيعمل رياكت مع الايودين ويديني Fi 3. دي صح. هتقول لي ما خدناش، اقول لك يا عم هي صح، ما انت متاكد. تاني واحده هي اللي غلط. تالت واحدة، بيعمل رياكت مع ال HCl ويديني سولت يحصل له اوكسيديشن في الهواء. مش انت الحديد لما يعمل رياكت مع ال HCl هيكون لي FeCl2؟ اه يا دكتور. طب مش ال FeCl2 ده ممكن اعمل له اوكسيديشن، يعني اعمل الحديد فيه اوكسيديشن واحوله ل FeCl3؟ اه. اي حاجة بوزيتيف 2 لو سبتها في الهواء، اي حديد بوزيتيف 2 لو سبته في الهواء يحصل له اوكسيديشن ويبقى حديد بوزيتيف 3. فالاجابة هنا تشويس بي. ماشي، تعال نشوف السؤال اللي بعده. 24. A piece of iron، حتة حديد was immersed in the acid X for 2 days. حطيتها في acid X لمدة يومين، وبعدين غسلتها بمية، وحطيتها في بيكر containing HCl. في اي زيادة معلش، containing HCl. It was observed that no instantaneous reaction occurred. يعني هو كان عنده بيكر، البيكر ده فيه اسيد اكس، احنا مش عارفين مين اسيد اكس ده، وهو حط فيه حتة الحديد، وبعدين شال حتة الحديد وحطها في بيكر تاني فيه HCl، ولقى إن مفيش رياكشن، نو رياكشن. فبيقول لك تقدر تقول لي مين اكس؟ concentrated nitric acid. ليه concentrated nitric acid؟ عشان concentrated nitric acid بيعمل للحديد حاجة اسمها باسيفيتي، طبقة ما فيهاش ولا خرم. الطبقة اللي ما فيهاش ولا خرم دي بتمنع الحديد إنه يعمل أي رياكشن تاني. بس كده. تعال نشوف اللي بعده. 25. on the reaction of red hot iron with air. طب ركز معايا، هو ايه الفرق يا دكتور ما بين ان هو يقول لك red hot iron وما بين ان هو يقول لك red hot iron oxide؟ لما يقول لك red hot iron oxide ده الهيماتايت Fe2O3. ليه؟ لان هو حديد لونه احمر واوكسايد ماسك فيه اكسجين. لكن لما يقول لك red hot iron ويسكت،
ده حديد بس، اف اي بس. عرفت منين يا عم؟ ده حديد فضل يسخن فيه لحد ما لونه بقى احمر بس. لما يقول لي ريد هوت ايرون ويسكت، ده حديد فضل يسخن بيه لحد ما لونه بقى احمر. حلو قوي. يبقى هو دلوقتي بيقول لي ايه؟ on the reaction of red hot iron with air. يعني حديد هسخنه في الهواء، اي حديد هسخنه في الهواء يديني هيماتايت، ما عدا الحديد يديني ايه؟ ماجنيتايت. يبقى كومباوند is formed. الكومباوند ده مين؟ هو الماجنيتايت، اف اي 3 او 4. تعالى بقى نشوف. ال 1 مول منه is reduced by 4 mole of hydrogen 2 forming 1 mole of iron. طب أسألك سؤال، هل أنت خدت رياكشن للماجنيتايت يوصلك للحديد على طول؟ يعني ريدكشن من الماجنيتايت يوصلني للحديد؟ لا يا دكتور، الماجنيتايت ما بيعملش غير اوكسيديشن واحد وريدكشن واحد. هتلاقيها مكتوبة عندك في الورق اهي. الورقة دي لما لك كل حاجة. الماجنيتايت لو عمل اوكسيديشن يديني هيماتايت، ولو عمل ريدكشن يديني اف اي او، فأول واحدة غلط. طيب، 1 مول منه بيعمل رياكت مع 8 اتش سي ال ويديني 2 اف اي سي ال 3 وميه وخلاص. طب يا دكتور، هو اصلا مش الماجنيتايد ده كان ميكس؟ مش الماجنيتايد ده كان ميكس من الاف اي او والاف اي 2 او 3؟ اه يا دكتور كان ميكس. طول ما هو ميكس فلازم يطلع لك ميكس، يعني لازم يديني اف اي سي ال 2 واف اي سي ال 3، مش اف اي سي ال 3 بس. يبقى تاني واحده هي كمان غلط. ليه؟ لانه بيقول لي اف اي سي ال 3 اونلي، لا هو بيطلع لي ميكس. طيب، 1 مول منه بتعمل ريدكشن ب 1 مول من الاتش 2 عن درجه حراره من 400 ل 700. ماشي، خلينا معلمين عليها ونرجع لها تاني. اللي تحتيها it is oxidized، لما بعمل له oxidation بيديني اف اي او. عارف يعني ايه oxidation؟ يعني اسخنه في الهواء. اي حديد اسخنه في الهواء يديني هيماتايت ما عدا الحديد، فده لما اسخنه في الهواء الماجنيتايت هيديني هيماتايت، فدي كمان غلط. يبقى الاجابه تشويس سي. هتقولي طب انا مش عارف هو بيعمل رياكت مع قد ايه من الاتش 2. ان شاء الله عنك معرفه، انت متاكد ان A و B و D غلط، فالاجابه سي هي الوحيده اللي تنفع. 26. What is the substance which react with iron 2 oxide forming only one product؟ يعني عايز حاجة لما بحطها على ال FeO بتطلع لي حاجة واحدة. بتطلع لي ايه؟ حاجة واحدة، مش بتطلع حاجة تانية. ماشي. طب السلفوريك اسيد، تعالى كده نشوف. لو انا مسكت ال FeO اهو، حطيت عليه سلفوريك اسيد، لا يا دكتور طلع لي حاجتين، ما ينفعش. طب الهيدروجين، عارف يعني ايه هيدروجين؟ يعني اعمل له ريدكشن. طيب هو انت لو الاف اي او ينفع تعمل له ريدكشن؟ يعني الايرون 2 اوكسيد ده ينفع اعمل له ريدكشن؟ لا يا دكتور، فدي كمان غلط. طب الاكسجين، ركز معايا. لو الاف اي او سخنته في الهواء بيديك ايه؟ والله يا دكتور اي حديد بسخنه في الهواء يديني هيماتايت، ما عدا الحديد يديني ماجنيتايت. فالاف اي او ده لما اسخنه في الهواء يديني هيماتايت. طب هيديك حاجه تانية مع الهيماتايت؟ لا، هو اف اي او حطيت عليه اكسجين يديني هيماتايت بس، يبقى هو ده الاجابه. امونيوم هيدروكسيد، انت اصلا ما خدتش رياكشن الاف اي او مع الامونيوم هيدروكسيد. طيب، 27. تعال نشوف الرسمه دي. بيقول لك the following scheme clarifies some chemical reaction. ماشي، تعال نشوف. ال FeSO4 وال FeCl3 حطيت عليهم NH4OH. طب تعال نكمل الصف ده، يعني الصف اللي بالطول هو اللي ركز معاه الاول. اي حاجه، اي حديد يقابل اي حاجه فيها او اتش بيمسك فيها. اي حديد يقابل اي حاجه فيها او اتش بيمسك ايه فيها. طب معلش، هو الحديد هنا بوزيتيف 2 ولا بوزيتيف 3؟ هتقول لي اعرف منين يا دكتور؟ اقول لك تعرف من السي ال يا قلبي. السي ال حاطط لك تحتها كام؟ 3. يبقى الحديد هنا بوزيتيف 3، فيدي لك اف اي او اتش 2 ولا 3؟ 3. حلو قوي. لكن الناحية التانية الحديد في الاف اي اس او 4 بوزيتيف 2 ولا 3؟ تقول لي والله يا دكتور الاس او 4 بنيجاتيف 2، يعني الحديد ببوزيتيف 2، فالحديد هنا بوزيتيف 2، يبقى يديني اف اي او اتش كام؟ 2. هتقول لي طب وايه رقم 2 دي اللي هيديهاني؟ دي بتكمل الرياكشن يعني. بص، رقم 2 دي اكتب عندها مؤجلة للشابتر 2 لحد ما تفهم الكيميكال رياكشن. طيب، مين في دول بيوصف واحد واثنين وثلاثة؟ طيب، بوث واحد وثلاثة dissolve in water. ماشي، اكتب على السؤال كله بقى كده. chapter 2. الحاجات اللي بتدوب في المية والحاجات اللي مش بتدوب في المية ان شاء الله ناخدها في chapter 2. تعال نكمل. 28. The following scheme includes three different iron. What are the types of the compound X, Y and Z؟ تعال نشوف. دلوقتي انا عندي compound X ده لما حطيت عليه NH4OH اداني compound Y. ماشي، فcompound Y ده اكيد حاجة فيها ايه؟ OH. بس انا مش عارف هل هو حديد، هو اكيد حديد مع او اتش. هل بقى هو او اتش 2 ولا او اتش 3؟ حقيقي مش عارف. طب
طب ما تيجي نجرب. يعني ايه؟ تعال نجرب الاختيارات يا عم. بص كده على الاختيارات. هل ينفع كومباوند اكس ده اللي انا هحط عليه حاجة فيها او اتش يبقى اصلا هيدروكسيد؟ مش عارف يا دكتور. بص، يعني ايه هيدروكسيد؟ هيدروكسيد يعني او اتش. يعني هو بيقول لك ان كومباوند اكس ده اصلا فيه او اتش. طب أنا لو عندي حاجة اصلا فيها او اتش احط عليها او اتش؟ لا طبعا، ده هبل. يبقى انا استبعدت بي وسي. يبقى كومباوند ايه ده؟ لا اما ايرن اوكسيد. ايرون اوكسيد يعني ايه؟ يعني زي الاف اي او او الاف اي 2 او 3. لا اما ايرون سولت. ايرون سولت يعني ايه؟ يعني اف اي سي ال مثلا، او اف اي اس او 4. طب اسالك سؤال، انت درست رياكشن الاو اتش مع مين؟ مع الاف اي او والاف اي 2 او 3 ولا مع الملح؟ هتقول لي لا يا دكتور والله انا درستها هنا هو مع الملح اهي. ان انا درستها ان انا بمسك الملح ده او الملح ده احط عليهم او اتش. يبقى الاجابه تشويس دي من غير ما تبص على الرسمة أصلا. طب عايز أتأكد؟ ماشي، تعال نتأكد. أدي كده إكس أيرن سولت، ماشي. بالنسبة لواي يا دكتور أيرن هيدروكسيد يعني في او اتش، صح. وبالنسبة لزد، هو أنا دلوقتي لما يبقى عندي حديد في او اتش وحاطط لي مثلث يعني هسخنه. أو الحديد ده يا دكتور لما اسخنه يديني إيه؟ هتقول لي يا دكتور هو مش كاتب هواء. يبقى تبص طول ما هو مش قايل لك في الهواء تبص في كربون ولا لا. لما تيجي تبص هنا في كربون ولا لا؟ لا والله ما فيش كربون. طول ما مفيش كربون يدي لك ايه؟ هيماتايت، يعني ايرون اوكسايد. فالاجابه دي فعلا صح. طيب 29 بيقول لك iron 3 اوكسايد is formed by the strong heating of salt X. يعني انا عندي X ده لما بسخنه بيديني iron 3 اوكسايد، بيديني هيماتايت. حاجه لما بسخنها بتديني هيماتايت، ماشي. what are the hydrated ions which are probable to be formed on dissolving X؟ يعني من الاخر X ده بيتكون من ايه؟ X ده بيتكون من ايه؟ طيب بص كده، هل انت درست حاجه اسمها SO3؟ لا يا دكتور، يبقى تشويس بي غلط. بص، هي بس الارقام هنا ايه متزحلقه شويه. يعني هو المفروض في هنا النيجاتيف 2 فوق، وهنا النيجاتيف، دي نيجاتيف كام اللي تحت؟ نيجاتيف 3 فوق، وهنا نيجاتيف 4 فوق، وهنا نيجاتيف 2 فوق. ده بقى سؤال بيسألك عن الفالنس. هو فالنس الاس او 4 بكام؟ والله فالنس الاس او 4 بنيجاتيف 2. يبقى الإجابة تشويس ايه؟ لأن تحت بيقول لك فالنس الاس او 4 بنيجاتيف 3 غلط. فالنس الاس او 2 أنا أصلا ما خدتش اس او 2. بس يبقى الإجابة هنا تشويس ايه؟ ماشي. تعال نشوف السؤال اللي بعده. رقم 30. وان اسيديفايد كام منه 4 يعمل رياكشن مع الاف اي اس او 4. طيب السؤال ده انا هنبه عليكم في الجروب كلكم تخشوا تتفرجوا عليه لان هو مهم. انا لو مسكت كده كده هقوله لك برضو في الريفيجن. لو مسكت الكي ام ان او 4 او مسكت الكي 2 سي ار 2 او 7، الاتنين دول انت خدتهم في اول درس في المنهج ان هم اسمهم ايه؟ اوكسيدايزنج ايجنت. الاتنين دول اسمهم ايه؟ اوكسيدايزنج ايجنت. يعني ايه اوكسيدايزنج ايجنت؟ يعني بيعملوا للحاجه اللي قصادهم اوكسيديشن. يعني بيخلوا الحاجه اللي قصادهم تاخد اكسجين. واي حاجه بتاخد اكسجين يا دكتور بتبقى ايه؟ هيماتايت. جدع. ماشي، بتبقى هيماتايت ده لو سخنته مع اكسجين، لكن هنا انا مش هسخنه، انا هديله اكسجين بس. ماشي. يبقى اوكسيدايزنج ايجنت تعمل الحاجه اللي قصادها اوكسيديشن. يعني ايه؟ يعني انا لو جبت اي اوكسيدايزنج ايجنت حطيته على اي حديد بوزيتيف 2 هيحوله على طول يخليه حديد بوزيتيف 3. دي قاعده ثابته، قاعده ثابته. اي اوكسيدايزنج ايجنت تحطه على حديد بوزيتيف 2 يحوله على طول يخليه حديد بوزيتيف 3. ليه؟ عشان هيعمل له اوكسيديشن، والرقم لما يزيد يبقى انا بعمل اوكسيديشن. يبقى لما احط كام ان او 4 على اف اي اس او 4، الاف اي اس او 4 هيحصل له اوكسيديشن وخلاص؟ لا، ما انت ركز معايا. مفيش اوكسيديشن من غير ريدكشن. طول ما حاجه عملت اوكسيديشن لازم الثانيه تعمل ريدكشن. فالاف اي اس او 4 هتعمل اوكسيديشن، والكي ام ان او 4 هتعمل ريدكشن. يبقى الاوكسيدايزنج ايجنت بيعمل للحاجه اللي قصاده ايه؟ اوكسيديشن. لكن هو نفسه بيحصل له ايه؟ ريدكشن. يبقى انا هختار ان الاف اي اس او 4 يحصل لها اوكسيديشن، والكي ام ان او 4 يحصل لها ايه؟ ريدكشن. تشويس سي. ماشي. 31 بيقول لك what happens when carbon monoxide، ايه اللي بيحصل لما الكربون مونوكسيد CO is used in reducing the solid compound produced by the strong heating of iron 2 sulfate. يعني بيقول لك انا همسك السي او واحطه على الحاجه اللي بتطلع لما امسك الايرون 2 سلفيت اسخنه. الايرون 2 سلفيت ده يا دكتور اللي هو الاف اي اس او 4. هو قال يا دكتور هسخنه وما قالش سبت الهواء يبقى اسخنه من غير هواء. اي حديد اسخنه من غير هواء وابص عليه في كربون؟ لا يا دكتور ما فيهوش كربون، يبقى يديك هيماتايت. طب الهيماتايت لما تحط عليه سي او
ده الدرس التالت بقى، فاكر الريدكشن بتاع الهيماتايت؟ هيماتايت مع سي او بيديني ايه؟ يديني اف اي. ماشي. وبيديك ايه مع الاف اي؟ ركز معايا، مش انت سي او بتاخد الاكسجين تطلع لك سي او 2، يعني اف اي وسي او 2. طيب بيقول لك هتطلع لي جاز بيترن كلين لايم ووتر تربد، الاجابه دي صح، واكتب عندها تشابتر 2 تفهمها. الحصه الجايه ان شاء الله، اول حصه في تشابتر 2 تفهم الاجابه دي، بس هي صح. تعال نشوف السؤال اللي بعده. All of the following are method for preparing red iron oxide except. هو مين يا دكتور red iron oxide؟ الهيماتايت. يعني بيقول لك كل الاختيارات دي بتطلع هيماتايت ما عدا ايه؟ تعال نشوف اول اختيار. اوكسيديشن، يعني ايه اوكسيديشن؟ يعني اسخنه في الهواء يا دكتور. للبلاك ايرون اوكسايد، اي حديد بسخنه في الهواء يديني هيماتايت، دي صح يا دكتور ما عدا الحديد. طب ذا رياكشن اوف ريد هوت ايرون، مين هو الريد هوت ايرون؟ الحديد. بص الحديد مستحيل يديك هيماتايت، اختارها. الحديد مستحيل يديك هيماتايت، الحديد بيديك حاجه واحده بس، هي مين؟ الماجنيتايت. 35. Each of the following can be concluded from the two reactions of converting iron 3 oxide into iron 2 sulfate. السؤالين اللي فوق skip لأن هما مش صح. كل دول أقدر أجمعهم من الرياكشن بتاع إن أنا أعمل convert للiron 3 oxide ال Fe2O3 into iron 2 sulfate ال FeSO4 ما عدا. يبقى كل دول بعملهم عشان أعمل كده ما عدا إيه؟ The oxide produced from reduction by hydrogen is a basic oxide. واحدة واحدة. الأكسيد اللي هجيبه من ريدكشن الماجنيتايت، آسف الهيماتايت، عن درجة حرارة 400 ل 700، أو ال FeO، ده بيزك أكسيد. الكلام ده صح. أي حديد بعتبره بيز، أي ماتل في العموم بعتبره بيز، فدي صح، أنا عايز الغلط. طب بيزك أكسيد react with acid forming salt and water، أي بيز بيعمل رياكشن مع الأسيد يديني ملح ومية، صح طبعا. H2 gas is used as reducing agent، هستخدم الهيدروجين في reducing agent، صح طبعا. The product of reduction of Fe2O3 do not vary with changing the reaction temperature. يعني لما تعمل reduction للهيماتايت مش هتفرق معايا درجة الحرارة كام، لا طبعا هتفرق، لأن الهيماتايت لو عملت رياكشن عن درجة حرارة أكتر من 700 بيديني اف اي، لكن عن درجة حرارة من 400 ل 700 يديني اف اي او، عن درجة حرارة من 220 ل 300 يديني اف اي 3 او 4، فطبعا بتفرق، يبقى الإجابة هي تشويس دي. 36. On heating the substance X Fe2O3 is formed. يعني X ده لما بسخنه بيديني هيماتايت. طب ثانية واحدة، أي حديد أسخنه يديني هيماتايت ما عدا مين؟ ما عدا الحديد، استبعدت تشويس بي، الحديد مش هيديني هيماتايت. طب ماشي يا دكتور، أهو هنا ما قالش في هوا، يبقى تسخنه من غير هوا، صح. يبقى تشوف حديد ما فيهوش كربون، لأن أي حديد فيه كربون تسخنه من غير هوا يديني FeO، فاستبعدت تشويس دي كمان. حلو أوي. ماشي. طيب while on heating the substance Y in absence of air، لما بتسخن Y من غير هواء Fe is formed. يبقى انا يا دكتور كده عايز في Y حاجة فيها كربون، في Y حاجة فيها كربون يا دكتور، تشويس سي. خلصت. مش لازم اقرا باقي السؤال ولا ليه اي تأتي لازمة، ما انت ما قدامكش غيرها. 37. iron 3 oxide Fe2O3 can be obtained، الهيماتايت يعني اقدر اجيبه by heating this compound strongly in absence of air، يعني كل دول اسخنهم من غير هواء يدوني هيماتايت. طب يا دكتور اي حديد اسخنه من غير هواء يديني هيماتايت لو ما فيهوش كربون، لو في كربون يديني اف اي او. مين الوحيد هنا اللي فيه كربون؟ بي اوكزيليت. او مين الاوكزيليت ده يا دكتور؟ كوكو في، هو الايرون 2 اوكزيليت. ماشي اللي بعده. 38. Magnetic iron oxide is a mixture of the two iron oxide. المagnetic اللي هو الماجنيتايت Fe3O4، بيقول لك ان ده اصلا ميكس من اتنين W و X. while red lead minium ده اسم صخرة ما علينا منها، اللي هي البي بي 3O4 دي صخرة، دي ميكس من اتنين ليد اوكسايد Y و Z. يبقى كده الماجنيتايت ده ميكس من W وإكس، والليد ده ميكس من واي وزد، ماشي. which of the following represents the oxidation number of the positive ion in each of the oxide W X Y and Z. يعني من الآخر مين في دول W X و Y و Z؟ طيب ماشي ركز معايا. هل ينفع الإكس يا دكتور و W لازم واحدة تبقى بوزيتيف 2 وواحدة تبقى بوزيتيف كام؟ 3. ليه؟ علشان واحدة تبقى FeO وواحدة تبقى Fe2O3، فهستبعد تشويس B ودي، علشان مفيش حاجة اسمها إن الإكس بوزيتيف 4. ماشي. طب البي بي 3 او 4، مش البي بي 3 او 4،
ركز معايا، بي بي 3 و4 واف اي 3 و4 مش نفس الارقام؟ اه يا دكتور، ده بي بي 3 و4 وده اف اي 3 و4، فلازم واي وزد واحده فيهم تبقى ايه؟ بوزيتيف 2 والتانيه تبقى بوزيتيف كام؟ 3. فهستبعد كمان تشويس سي علشان بيقول لك زد و4، فالاجابه تشويس ايه. السؤال تحسه صعب وهو متخلف اصلا واحد. اللي بعده 39. on heating iron to redness، هسخن حديد لحد ما يحمر، هيفضل حديد زي ما هو، بعدين احط عليه ووتر فيبر، هتحط عليه حاجه، بص الحديد بيتلكك عشان يبقى ماجنيتايت، فكده بقى ماجنيتايت. ذا برودكت ايه از فورمد، يعني ايه دي هي الماجنيتايت. ولما بحط عليها concentrated HCl، ايه الحاجات اللي هتطلع دكتور؟ هيطلع لي ميكس FeCl2 FeCl3 وميه، مش هيدروجين جاز وميه اهي. بص، الماجنيتايت بيطلع لي الميكس مع ميه، عشان بكل بساطة عارف ليه بيطلّع مَيّة؟ مش هو الماجنيتايد فيه أكسجين، فالأكسجين دي لازم تطلع، فأنت لو اخترت choice C الأكسجين ما خرجتش، الأكسجين لسه موجودة، فعشان كده لازم تختار دي. ماشي. 40. The mass of each of the following decrease by heating، كل دول وزنهم هيقل بالتسخين ما عدا مين؟ ماشي. heating iron to oxalate in absence of air، واحدة واحدة. الiron to oxalate ده اللي هو الكوكو فيه، لمّا تسخّنه in absence of air من غير هوا هيدّيك FeO. طب من كل ده، يعني من حديد مع 2 كربون مع 4 أكسجين بقى وحدة حديد مع وحدة أكسجين، وزنه قل والّا لأ؟ آه يا دكتور وزنه قل جدًا، ده أصلًا خرج منه CO CO2، فده أكيد وزنه هيقل، أنا عايز accept، أنا عايز حاجة وزنها ما يقلش. ماشي، اللي تحتيها heating iron to carbonate strongly، أسخّن iron to carbonate FeCO3 يعني، أسخّنه جامد يدّيني FeO، وزنه يقل والّا لأ؟ آه يا دكتور، ده في كربون طارت و2 أكسجين طاروا، فأكيد وزنه هيقل. heating iron in air till redness، ركز بقى معايا في دي كده. heating iron in air، اسخن حديد في الهواء، دكتور اي حديد اسخنه في الهواء يديني هيماتايت ما عدا الحديد، يديني ماجنيتايت، فده كده اتحولت من اف اي من حديد بقيت ماجنيتايت. وزنه يزيد ولا لا؟ طبعا وزنه يزيد، ده كان واحدة حديد بقى 3 حديد ماسك في اكسجين، فالاجابة صح سي. ماشي. 41. on reducing iron 3 oxide، يعني ال Fe2O3 هاعمل له reduction مع الووتر جاز، الووتر جاز دي فاكر هي مين؟ اللي في الماتريكس فيرنس السي او والاتش 2. then treating the solid product with dilute sulfuric acid، يعني انا هعمل لده للهيماتايت ريدكشن، الهيماتايت تعمل له ريدكشن مع الووتر جاز بيدي لك اف اي، بعدين بيقول لك حط على الاف اي diluted sulfuric acid مع دايل H2SO4 بتديني اف اي اس او 4 يا دكتور اهي، ادي الاف اي مع دايل H2SO4 تديني اف اي اس او 4. حلو قوي. What is the chemical formula of substance X؟ خلاص FeSO4 خلصناها يعني مش أزمة. 42. Which of the following iron reaction occur at room temperature؟ يعني مين من دول بيحصل من غير ما أسخن؟ مين من دول بيحصل من غير ما إيه؟ ما أسخن؟ طب يا دكتور هعرف منين؟ يا عم بص على الرياكشنز. بص، ال Fe وال Fe، ال Fe لوحده كده لازم تسخّنه. بُص الوحيد اللي بتعمله من غير ما تسخّن هو choice C، ليه؟ لإن أصلًا الCl ده oxidizing agent، فبيعمل oxidation للحديد يدّيني ده على طول، مش باحتاج أعمل أي حاجة، فده الوحيد اللي باعمله من غير إيه، من غير ما أسخّن. طب يا دكتور أنا اتزنقت في الامتحان ومش عارف، كل الequations دي معاك في ورقة المفاهيم ومعاك مين بيتسخّن ومين لأ، مكتوبين في ورقة المفاهيم. أي سهم فيهم مثلث معناها إنك بتسخّن، فتختار واحدة ما فيهاش مثلث من ورقة المفاهيم، فطبعًا مش هاجيب لك سؤال زي ده في الامتحان. 43. When cooled HCl is added to iron fillings and magnetic iron oxide the formed product will be. ماشي، مش انت هتحط HCl على Fe و Fe3O4 مع Fe هيديني FeCl2 ومع ال Fe3O4 هيديني FeCl2 و FeCl3. طيب وال HCl مع ال Fe بيديني FeCl2 هيدروجين، لكن هنا بيديني اف اي مع ميه، فالاجابه تبقى تشويس دي، هيطلع لي دول معاهم ميه وهيدروجين.